صوت الطلبة. مستمرين وإياكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية مع صورة وحل من داخل مجمع الأقسام الداخلية، ونلتقي أنا وأنتم بالسيد مدير شؤون الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار الأستاذ المساعد الدكتور سلام عبد فياض. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك، حياكم الله وبياكم في رحاب جامعة الأنبار مجمعات الأقسام الداخلية، حياكم الله. فرحانين اليوم بهاي اللمة والأجواء الحلوة، احنا مع طلبة الأقسام الداخلية إن شاء الله. حياكم الله، حياكم الله. مرحبا بكم. دكتور، حضرتك غني عن التعريف، ندخل مباشرة بمشكلات الطلبة والشغلات اللي يعانون من عندها، وإن شاء الله نلقى لها حل بصورة وحل إن شاء الله. بداية من موضوع إيميلات طلبة المرحلة الأولى. طبعا كثير من الطلبة يعانون حاليا هم سكن مؤقت، يعني ما ثابت بشقة معينة أو غرفة. نعم. والإيميل أكو بعض الطلبة يعزي تأخير الإيميلات لمديرية الأقسام وما عارفين الوضع شلون، ممكن توضيح لموضوع الإيميل وآلية التسجيل؟ حياكم الله. هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، يعني التوضيح أنه كل ما يتعلق بموضوع الإيميل الجامعي هو للكليات، يعني المطلوب من الكليات مع إطلالة كل عام أن تهيئ إيميلات للطلبة المرحلة الأولى أو المراحل الأخرى. حقيقة ما أخفي لك، يعني توجيه السيد رئيس الجامعة منذ الوهلة الأولى لبداية العام وجه الأخوة عمداء الكليات أيضا، وبعدين توجيه أيضا من الدكتور مثنى أيضا حول هذا الموضوع. لكن حقيقة المشاغل الكبيرة اللي تمر بها الكليات لربما أدى إلى نوع ما تأخير الإيميل الجامعي. ورغم كل هذه الإشكاليات حقيقة وضعنا خطط بديلة، أنه الطالب احنا ممكن يجلب لنا تأييد من الكلية، وعلى ضوء التأييد حقيقة احنا نقوم بتهيئة الأمور إلى، يعني ابتداء من الشعبة نهيئ له مكان يقعد. لذلك ما يعني حقيقة لا توجد مشاكل تذكر من تجاه هذا الموضوع، فقط لربما الطالب يبقى بقلق انه انا حاليا مؤقت على مود هذا الموضوع. الان بدات الكليات حقيقة يعني تعمل بجد، يعني بعد توجيه السيد رئيس الجامعة الاخير، وبدات تمنح ايميلات للطلبة. اعتقد خلال ايام قليلة القادمة تنتهي المشكلة ان شاء الله. دكتور، حاليا اكو تنقلات، مسموح للتنقل بين شقة وشقة للطلبة بشكل عام. نعم. لكن اللي سكن مؤقت محروم من هذا الموضوع، لأن هو سكن مؤقت. نعم. لكن نقدر نقول لهم إذا أنتم بعد فترة صرتوا دائمين بعد إكمال الإيميلات ممكن يتنقلون؟ ممكن أيضا، يعني حقيقة ما أخفي لك احنا دائما بداية العام نمنع هذا الأمر. نعم. لكن أيضا مع يعني توزيع الطلبة على البنايات، كثير من الطلبة هم أقارب، أخوة، مناطق إلى آخره. نعم. ولو حقيقة أنا ضد هذا الموقف، لأنه احنا حقيقة حياة جامعية، يفترض الطالب يتعرف على ابن المحافظات الأخرى، هي كلمة جامعة تجمع بين كل الفئات يعني. صح. لكن لاحظنا هناك رغبة شديدة للطلبة أنه دائما يحبون أن يقعدون في مكان واحد، يعني في شقة واحدة، يعني بعض الأحيان في غرفة واحدة. فنعطي مجال أيضا طلبة اللي حاليا لحد الآن منحهم أميال، أيضا أنطيهم مجال إن شاء الله بعد موافقة الجهات العليا طبعا. وأيضا ما يمتنع يعني حقيقة السيد رئيس الجامعة عن هذا الموضوع، وممكن أن نعطيهم مجال الانتقال من مكان إلى مكان آخر، شريطة موافقة الغرفة اللي ينقل إليها إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، نبقى بموضوع الكليات والأقسام الداخلية. نعم. هل هناك زيارات متكررة للسادة عمداء الكليات أو من المسؤولين عن الطلبة بالكليات أعلام مثل السادة معاونين؟ هل هناك متابعة للطلبة، هناك توعية على مواضيع ثانوية تخص الطالب داخل الأقسام الداخلية؟ نعم، مهم جدا حقيقة. يعني لا أبالغ إن قلت بأن هناك خلية أعتبر خلية أزمة، يعني حقيقة. نعم. غرفة عمليات من قبل السيد رئيس الجامعة يوميا لمتابعة أوضاع الطلبة حقيقة، يعني دائما هو معايا أنه المشاكل معوقات، ودائما حقيقة يجد لها الحل يعني. أيضا الأمر الآخر أنه هناك توجيهات وتعليمات من التعليم العالي بتشكيل لجان حقيقة. هناك 3 لجان، لجنة برئاسة السيد رئيس الجامعة، وأخرى برئاسة السيد مساعد الجامعة للشؤون الإدارية، والأخرى دكتور مثنى اللي هو مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية. حقيقة هاي اللجنة متكونة من 3 عمداء، فكل لجنة تقوم بدورها أيضا بزيارة الأبنية والالتقاء بالطلبة، ومن ثم تثبيت أي معوقات تذكر ترفع إلى السيد رئيس الجامعة وبدوره يحول إياها، ويطالب أيضا بإيجاد حلول خلال فترة محددة، في بعض الأحيان لا تتجاوز 48 ساعة يعني. لذلك حقيقة هناك عمل دؤوب من قبل جامعة الأنبار متمثلة بالسيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى، وأيضا الدكتور أثير، يعني حقيقة مساعد رئيس الجامعة الشؤون الإدارية،
متابعة ميدانية يومية لهذا الجانب، فضلا عن اللجان الأخرى. الزيارات الليلية نلاحظ الزيارات الليلية يعني دائما عمداء الكليات مو فقط يلتقون بطلبتهم، أيضا بطلبات الكليات الأخرى يعني للوقوف عند جميع المشاكل. حقيقة هذا الجانب أعطانا دعم كبير للأمانة يعني في إيجاد أيضا الكثير، في إيجاد حلول لكثير من المشاكل اللي تواجه عملنا. واحدة من المشاكل اللي نسمعها دكتور مشكلة الاختناقات بالغرف. حاليا انفتح قسم رقم 8 للطالبات لكلية التربية بنات والزراعة. واعتقد المرحلة الأولى المجموعة الطبية أيضا متواجدين داخل هذا القسم. شكوا بعض الطالبات من عدم توفر مساحات خضراء داخل البناية. اكو خطة لكم للعمل؟ يعني كثير من التعليقات حول بناية رقم 8. حقيقة يعني هو هذه البناية حقيقة نقلة نوعية. حقيقة هي بناية رقم 8 من ضمن البنايات اللي تم تدميرها أثناء فترة دخول داعش إلى هذه المحافظة، والحمد لله والشكر الآن كملت هذه البناية تم فتحها قبل أيام حقيقة يعني. فكت الاختناق بمجمع الطالبات. الآن مجمع الطالبات داخل الجامعة حقيقة يعني أقول هناك نوع من الأريحية يعني نوعا ما في هذا الجانب، لكن حقيقة ما أخفي لك يعني هذه البناية حديثة العهد يعني تم افتتاحها قبل أيام. نعم. هناك كشف حقيقة تمت الموافقة عليه، وتم أيضا حتى تم تخصيص مبلغ يعني اللي هو بحدود تقريبا 38 مليون لإنشاء حدائق داخل المجمع والحدائق أيضا الخارجية. لذلك حقيقة مو خطة وإنما تم إقرار الكشف وتوفير الاعتماد المالي والتنفيذ يعني خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خير. بوركتم إن شاء الله، بوركت جهودكم. دكتور أكو مواضيع أخرى تخص الطلبة. موضوع قسم رقم 1. نعم. بما أنه بدنا نحكي بأسماء البنايات، قسم نعم. رقم 1 اللي هو داخل الحرم الجامعي قرب النادي المركزي، اللي موجودين حاليا بطلاب كلية الهندسة، مو تمام؟ وكلية الإدارة وكلية القانون. الإدارة والقانون. نعم. السيارات ما تدخل مباشرة، لكن أكو بارك قد يكون بعد 50 متر نعم. من القسم، لكن مباشرة الطلاب يطالبون دخول السيارات. نعم. ممكن نوضح لهم، أنا قد أكون أعرف الموضوع وأنت حضرتك، لكن توضيح للطلبة تمام تمام يعني الناس تعرف ممنوع. أكيد يقول لك أنا ابني يروح لمكان بعيد أكثر. جنابك الكريم تعرف بأن هذا الموضوع هو ما لنا علاقة به، هو هذا جانب أمني بحت يعني اللي هو لقسم المتابعة يعني. تدري الجانب الأمني مهم، احنا مهم جدا حياة الطلبة والأساتذة الموجودين داخل الجامعة. لربما في بعض الأحيان يتطلب الموقف أنه نتدخل احنا، وحقيقة الجامعة متعاونة في هذا الجانب. الطلبة اللي هم مخولين، عفوا السواق اللي هم مخولين، ممكن يراجعنا الوحدة القانونية ونرفع له كتاب إلى السيد مساعد رئيس الجامعة الشؤون الإدارية فدونت موافقات للأمانة يعني. لكن نفتح الباب يعني للأمانة على مصراعي بهذه الطريقة قد يسبب هناك كثير من المشاكل. أكيد. أقول بأنه ممكن حل هذه الأمور، لكن الأمر أيضا هو لجهة أخرى اللي هي المتابعة، وممكن الطلبة اللي عندهم مشاكل يراجعون يقدمون طلب واحنا نرفع على جهة ذات العلاقة. ربي يبارك فيك. دكتور، نتكلم عن موضوع الموبايل النقال، أهميته لبعض الكليات ومنعه داخل مديرية الأقسام الداخلية. نعم. شنو الأضرار المترتبة على استخدام الجهاز النقال؟ هل أكو إمكانية، أكو حل بديل؟ نعم. هذا أيضا موضوع حقيقة مهم جدا، ودا نعاني ما نعاني من هذا الموضوع حقيقة. تعرف جنابك الكريم أن هذه التعليمات هي ليست تعليمات الجامعة، وإنما هي تعليمات جهات عليا، وحقيقة هو هيئة الرأي قررت هذا القانون أنه يمنع منعا باتا استخدام الموبايل والكاميرا لحقيقة تعرف أنت أسباب كثيرة معروفة بالجامعات العراقية. البديل حقيقة ممكن يدخل اللابتوب مالته، حسب اللابتوب احنا ممكن يدخلها، يجيب كتاب وندخله لأي كلية بغض النظر، المهم تكون موافقة الكلية مالته تأيد بأنه حاجة الطالب إلى هذا الجهاز ما عندنا فيه مشكلة نهائيا. خلاص هاي إشارة خير للطلبة أنه جهاز اللابتوب مسموح وفق آلية معينة عن طريق الكلية وقسم العلمي وعن طريق مديرية الأقسام. المبادرة الأخرى حقيقة ما أخفي لك بالذات طالبات المجموعة الطبية، لأنه تعرف حضرتك يحتاجون الجهاز وعملهم كله مخططات وسلايدات إلى آخره، فيحتاجون حقيقة جهاز التاب أو التابلت إلى آخره. لذلك حقيقة بادر السيد رئيس الجامعة اليوم تحديدا برفع كتاب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأخذ الموافقة لطالبات وطلاب المجموعة الطبية لدخول جهاز التابلت أو التاب مع الجهاز اللابتوب يعني. فننتظر الإجابة إن شاء الله قريبة وإن شاء الله تحل المشكلة. أكيد. باسم الطلبة جميعا نشكر السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى على استجابته لمناشدة الطلبة، وأيضا ذكرناها بالحلقة السابقة من صوت الطلبة مع السيد عميد كلية الطب الدكتور ذاكر المحترم. ونشكر حضرتك ونشكر السيد عميد الكلية على تواصلكم وعملكم
بهذا المجال لصوب خدمة الطلبة. بارك الله فيك. دكتور، موضوع الكليات، يعني نبقى بموضوع استخدام الموبايل. نعم. الموبايل ممنوع استخدامه، لكن اكو بعض التدريسين مرات يوجه بأن محتاج محاضرة إلكترونية أو اجتماع إلكتروني. شلون تتعاملون أنتم كأب للطلاب الموجودين والطالبات الموجودين داخل الأقسام الداخلية؟ شلون تتعاملون ويا الكليات؟ نعم. هل هناك ردة فعل من عندكم؟ أكيد. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا. أنا كنت في زيارة لطالبات كلية التربية البنات وكلية العلوم، وطرحوا الموضوع أمام السيد رئيس الجامعة أن هناك بعض الأخوة الزملاء يعني ينطون توجيهات ومحاضرات في بعض الأحيان عن طريق الموبايل أو الآخره، مو محاضرات وإنما توجيهات امتحانات وبعض الأحيان توجيهات. فأنا حقيقة كنت يعني مع وجه الأخوة العمداء أنه يوجهون للتدريسين بعدم يعني تبليغ الطلبة عن أي توجيه الكترون، وإنما التوجيهات كلها تتم من داخل قاعة المحاضرة. حقيقة ما أخفي لك يعني هذا الأمر الآن احنا دوام حضور 100%. لذلك الآن توجيه أنه يمنع منعا باتا أن يكون هناك أي امتحان الكتروني أو تبليغ الكتروني، وإنما فقط هناك ممثلين أو ممثلات عن الطلبة ممكن أن تكون لهم توجيهات بعض الأحيان عن بعض الأمور اللي هي تم حقيقة عمل الطلبة أو واجباتهم ومحاضراتهم. يعني تبليغ السيد رئيس الجامعة للسادة التدريسين أنه التبليغ يكون داخل القاعة الدراسية. نعم. وليس إلكترونيا. تمام. إن شاء الله. دكتور، موضوع آخر، موضوع وقت غلق الباب داخل نعم. الأقسام الداخلية. نعم. كثير من الطلبة يطالبون أنه يكون الباب مفتوح لوقت أكثر. هل هذا الأمر محصور بصلاحيات السيد مدير الأقسام الداخلية حضرتك، أم هي توجيهات وزارية بهذا نعم. الأمر؟ يا وقت مسموح يدخل به، حتى ممكن موضوع الدليفري وما دليفري أيضا طرحها الطلبة. حقيقة هذه المواضيع المهمة اللي نعاني من عندها الأمانة. يعني هناك توجيهات مركزية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغلق الباب. حقيقة للأمانة احنا ناطين فوق الوقت المقرر، يعني يا ساعة كاملة ناطين فوق الساعة 6 المفروض هي. نعم. احنا مناشدات الطلبة وقتها أثناء زيارة السيد رئيس الجامعة نطى توجيه انه لا يمدد الى الساعة 7 تقريبا مساء. يعني حضرتك تعرف اذان العشاء امتى يأذن يوميا؟ قبل ما الموعد بكثير. يعني الان مبررات قبل ربما احنا نعطي مجال بها، لكن مبررات الان الطالب يقول بانه انا اطلع لكي اتبضع حلاقه الى اخره. الان موجوده حقيقه محلات بداخل المجمعات مالتهم متوفره، الخضروات متوفره بها، الارزاق الجافه متوفره بها، كل ما يحتاجه الطالب. حتى موضوع الحلاقه ايضا موجود عندنا حاليا حلاق بداخل المجمع ممكن نقدم لهم الخدمه. لذلك حقيقه يعني اقول فقط لابناء الطلبه انه هم امانه في عنقي الان. يعني الاب عندما يتاخر ابنه على البيت يكون دائما في غلق. الاب عندما ياتي هنا يعني اول ما يكمل اجراءاته بالكليه يجيب ابنه، بعض الامور يملك فيقول كلمته، يقول هذا ابني امانه عندك. انا هالامانه ثقيله، لذلك لربما ما يكون قلق، انا اكون قلق الى ان يدخل الطالب داخل المجمع مالته والشقه مالته. لذلك حقيقه هذه من الامور اللي انا دائما احب احافظ عليها. دائما الطلبه احب ان يدخلون في وقت، واذا كان هناك اي مشكله لطالب عنده مثلا مراجعه طبيب او عنده اي حاله ثانيه ممكن ان يمر الى امين المجمع ويترك الهويه مالته والاوليات مالته، وانا منطي صلاحيه لامين المجمع يخليه يخرج حتى الى وقت 10 بالليل، شرط انه يعرف لان الخروج عنده حاله طارئه معينه. هذا الامر موجود. اذا هي حاله عامه ما يمكن تكون، لكن حالات الفرديه للطلبه ممكن معالجتها. ربي يبارك فيك. دكتور، يعني بهذا الوقت الجميل، وقت الغروب، احنا يعني ممكن بعدنا نلاحظ اكو داخل الجامعه، الحرم الجامعي، اكو وجود طلاب وطالبات الدراسات المسائيه. نعم. لكن لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي الطالب يكتب انه انا مجبر او تحكمني مديريه الاقسام الداخليه ان اخرج الى خارج المديريه للحرم بالزي الرسمي او الزي الموحد. نعم. يعني شنو الزي اللي مسموح للطالب ان يخرج به داخل الجامعه او نعم. خارج الاقسام؟ نعم. حقيقة هذه المواضيع المهمة حقيقة اللي نعاني من عندها. حقيقة هو مو احنا نفرض عليهم الزي الموحد اللي يدخل به للكلية. نعم. او يدخل المحاضرة ابدا على الاطلاق، بقدر ما انه هو الهمدان المقبول المحتشم. لان حضرتك تعرف احنا حاليا داخل حرم جامعي هناك نعم. تقاليد واعراف جامعية معروفة. يعني فقط يعني اكرر بانه الزي المقبول
المحتشم يعني حتى يعني بعض الرياضي مو قبول ابدا على الاطلاق، ما به مشكله على الاطلاق، شرط انه يكون تكرم وياه ترانسوز او حذاء رياضي، ما به مشكله نهائيا، فقط انه يعني زي مقبول عاشت يدك، لانه تعرف احنا حي جامعي. نعم. وحقيقه يعني الاساتذه يمكن كلش قريب، بعد 100 متر 100 متر عن المكان ايضا، بعد الطلبه يعني يدخلون ذاك المكان يعني قبل ايام بالبرمودا وكذا، وهي حقيقه بها مشاكل كثيره يعني، لذلك هناك توجيهات حول هذا الموضوع. فاعتقد الان اغلب زي الرياضي مسموح ابدا ماكو اي مانع نهائيا. الان يعني ما بالغ اقول لك يمكن 80% من طلبتنا الان يطبقون القانون ويمتثلون الاوامر، وما عندنا اي مشكله بهذا الجانب، والبقيه انا حقيقه اعرف بانه ايضا يمرون ويتفهمون الامور وتمشي الامور طبيعيه ان شاء الله. الحمد لله. دكتور، كلمه اخيره للساده المشاهدين، لعوائل الطلبه، تكلم لهم بشكل مختصر عن الاقسام الداخليه، اجواها، عن الطلبه بشكل عام. والله انا احب لتطمينهم احب اطمئنهم يعني قلقين خصوصا جماعه المرحله الاولى. الحمد لله احب اطمئن يعني عوائلنا الكريمه في محافظه الانبار او المحافظات العراقيه الاخرى، بانه في محافظه الانبار احنا نعيش عراق يعني مصغر الان، موجود به من كل المحافظات ومن كل الاطياف والالوان. لذلك حقيقه الامور الحمد لله والشكر الخدمات متكامله. المشاكل تحدث يوميا، احنا نعيش بالحالات الطارئه، لا اقول ماكو مشاكل، لا انقل حاله مثاليه ورديه ابدا على الاطلاق، وانما المشاكل تقع يوميا. يعني مشاكل ايش يعني؟ بيت. مشاكل بيت، اللي عنده بيت 4 نفرات يوميا، مو كيف اللي عنده ما يقارب تقريبا 5000 طالب وطالبه، لا تحدث مشاكل. لكن هذه المشاكل هناك حقيقه قياده جامعيه حكيمه واداره يعني تتابع الامور على مدار الساعه، يعني يوميا تتابع هذه المشاكل وتحاول تذللها وتحلها يوميا. يعني هذا من جانب. من جانب اخر ايضا حقيقه اطالب من ابناء الطلبه ان يتعاونون ايضا مع الاشراف. حقيقه هناك كثير من الامور تتطلب تدخلهم، يعني نظافه الشقه، نظافه الغرفه، نظافه الخدمات مالتهم الى اخره. والجانب التوعوي ايضا مهم جدا لطلبه المراحل المتقدمه، لطلبه المرحله الاولى. اكيد دكتور، اذا تسمح لي اقاطعك بهذا الموضوع، النظافه هي نظافه الشقه، هي نظافه خلينا نقول نظافه الانسان نفسه. أكيد يعني أكيد مو شخص يجي ينظف. أكيد. احنا كنا طلاب وكنا اقسام داخليه. أكيد. نظافه المطبخ اللي اكل به، ونظافه الغرفه، أكيد تعتمد على نظافه الشخصيه ونظافه بيتي. أكيد. فاكيد يعني نتوسم خير، وما شاء الله احنا افترينا وشفنا الغرف ما شاء الله جمال ونظافه. الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله. شكرا لك دكتور، شرفتنا بحضورك ببرنامج صوت الطلبه، وشكرا لحسن الاستقبال والضيافه. شكرا لك، بارك الله فيك ولفريقك المبدع، شكرا جزيلا. الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار، حبينا نكون باقين ومتواجدين إلى وقت متأخر من مساء هذا اليوم داخل مديرية الأقسام الداخلية، من أجل أن نكون داخل غرف والشقق الموجودة داخل الأقسام، نتعرف على الطلبة أكثر بفقرة جاوب واربح. خليكم ويانا مشاهدي قناة الأنبار، وأكيد راح تستمتعون مع طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار. ابقوا معنا. السلام عليكم شباب، وياكم صوت الطلبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقفونا نتعرف عليك. أنا الطالب مصطفى عايش سليم، كلية التربية والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا. جغرافيا. طالب اسحاق عايد، جامعة أحد طلبة جامعة الأنبار، كلية التربية والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا. جغرافيا. يا مرحبا. ثانية. ونتعرف على بقية الشباب. عبد الرحمن طارق من كلية الجرمان، قسم اللغة العربية. كل الهلا. التربية الإنسانية أيضا. الإنسانية أي نعم. كل الهلا. طالب عمر عبد العزيز بديوي، كلية التربية الإنسانية، قسم علوم التربوية والنفسية. كل الهلا. طالب محمد شعبان بديوي، كلية التربية والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ، المرحلة الرابعة. طالب عبد العزيز مشعل نوار، قسم انجليزي، كلية التربية الانسانية، مرحلة ثانية. يعني هنا أنا بالقسم رقم 6 افسح لنا المجال. قسم رقم 6 كلكم تربية إنسانية، يمكن موجودين. شقة 5 هاي. نعم. يا غرفة. غرفة 2 رقم 1 مو تمام؟ طبعا احنا وياكم اليوم ببرنامج صوت الطلبة بجاوب واربح، راح نسأل أسئلة علمية ثقافية عامة، لكن قبلها أحب أسألكم كم سؤال، يعني بما أنه جو الأقسام الداخلية، شلون تقضون اليوم يعني لما ترجع من الدوام؟ السؤال موجه إلى لا ما كفر، كلكم واحد. احنا نقضي اليوم بين بين قراءة، بين اللي يرتب ملابسه، اللي يطبخ، وتعرف انت هاي الامور ان شاء الله مو عيب، احنا كليتنا اخوه ونتعاون عليها.
وبين اللي مثلا علي وجبة أكل يطبخها للشباب، ووراها فترة تبقى عندنا فترة نقضيها بقراءة أو فترة استراحة نطلع بيها نتجول. وعندنا هم بعض يعني نوادي رياضية إذا شبابنا وبات عندهم أندية يلعبون بيها بيناتهم، وهذا وقتنا يقضي هيك. يعني زين الأجواء بشكل عام يعني حلوة أيام الأقسام الداخلية. هي أيام الأقسام فترة مثل ما يقول فترة ومقضية، ففترتها حلوة والله. ويوم الثلاثاء هاي الوجوه من التلاقى، الدراسة تروح بس الوجوه تبقى إن شاء الله. أكيد ربي يحفظكم. أنا تذكرنا أيام الأقسام الداخلية من كنا طلاب من أجمل ما يكون. مرات نعاني ظروف، لكن ورا فترة من الزمن نقول يا ريت على أيام الأقسام واللمة والشباب الطيبين مثلكم. راح نبدي بسؤال عام، بما أنه هسه دورة كأس العالم حاليا. منو رياضي بيكم؟ كلكم رياضيين. أو كم مرة شاركت العراق بكأس العالم وبأي عام؟ شاركت مرة واحدة بال86، فازوا لقاء واحد ضد المكسيك، هدف أحمد راضي الدقيقة 39. كنت حاضر وياهم؟ لا فيش تفاصيل. نعم. أحسنت، إجابة صحيحة، أكيد تستاهل هدية. نسألكم سؤال آخر. ما اسم الديانة الأكثر شيوعاً في الهند؟ نسأل الشيخ. والله مو شيخ بس البوذية. البوذية لا، الأكثر شيوعاً. هندوسية. الهندوسية. متأكد؟ الهندوسية. أحسنت، إجابة صحيحة. اي بس إجابة صحيحة. اي بما انه احنا مسلمين يعني شغلنا باسلامنا ما تعرف الديانات هذيك. تمام، نسألك بالإسلام، أول مسجد انبنى في الإسلام؟ المسجد قباء. أحسنت، تستاهل هدية. أستاذ عدنان ويانا، يستاهلون الشباب. كأس العالم والهندوسية مو تمام؟ ومسجد قباء. وربي يحفظكم جميعا. هذا ما يسعفنا الوقت بداخل غرفة رقم 2 شقة 5 قسم 6. حياكم برنامج صوت الطلبة، وانتقاله إلى غرفة ثانية أو مكان آخر داخل الأقسام الداخلية. السلام عليكم شبابنا. طبعا وياكم قناة الأنبار الفضائية برنامج صوت الطلبة. سعداء بتواجدنا داخل مجمع الأقسام الداخلية. نتعرف عليكم شباب. ياسر طه، قسم التربية اللغة العربية، تربية إنسانية لغة عربية. والأخ الطالب يوسف أحمد جبير، قسم اللغة العربية. أيضا تربية إنسانية مو آداب. وضحوا لنا ما آداب وتربية إنسانية. حسين عبد مالك، تربية إنسانية، قسم علوم قرآن. علوم قرآن. نعم. الطالب بهاء طلال صبحي، قسم علم النفس، كلية التربية. علم نفس واثنين عربي وعلوم قرآن. نعم. نسألكم سؤال، وين نبدي؟ سؤال ديني؟ الله يحفظكم. أول شيء شلون تقضون يومكم داخل الأقسام الداخلية؟ والله حياة الأقسام الداخلية صراحة ماكو أحلى منها، يعني ايش قد نواجه الصعوبات بالدوام، هنا شوي نيجي نرتاح، يعني نقضيها بدراسة بين يعني الترتيبات، بين غسل ملابس، يعني بين غسل طبخ أكيد طبخ. على من الطبخ بالغرفة؟ علي والله أنا علي الغداء. أنت عليك الغداء؟ اي نعم. بس الغداء؟ بس الغداء علي. لا ما علي بس الغداء. الله يحفظكم جميعا. اكو انشطه رياضيه فنيه؟ اي نعم اكو هسه عندنا دوري ان شاء الله مال الطوبه يلعبون بالشباب يعني للرياضيين، واكو قاعات عندنا هماتين مال يعني بليارد، مال يعني نقضي بها بعض الاوقات. الحمد لله، يا ربي يديم الامان والجمال عليكم ان شاء الله. نبدي بسؤالنا بجاوب اربح من برنامج صوت الطلبه. السؤال الاول يقول كم عدد السجدات في القرآن الكريم ابو اللغة العربية؟ 15 سجدة. 15 سجدة؟ متأكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله؟ ان شاء الله. عربي ولا اسلامية؟ عربي واسلامية، مضبوط. احسنت، اجابة صحيحة واكيد تستاهل هدية. لكن راح نسألكم سؤال اخر. كم كلية في جامعة الأنبار؟ نعم استاذ. 18 كلية بجامعة الأنبار. 18؟ نعم استاذ 18. متأكدين؟ ان شاء الله. 19. انا اقول مو 18. 19. 19. 19 تقدر تحسبها؟ هو يعني بس انت تعرف الرقم 19. انت متأكد 18؟ نعم 18. شلون متأكد؟ حسبناها قبل فترة 18 كلية. ليش تحسبها؟ حسبناها جتنا سؤال لأن احنا عندنا مقياس. نعم. خلال دراستنا بعلم النفس عندنا مقياس، سوينا إحصائية على الكليات وطلع 18. 18 كلية.
احسنت. 18 اجابه صحيحه وتستاهل هديه من صوت الطلبه. جاوب تليفونك؟ نعم. تجاوبه؟ لا لا شكرا. اكيد تستاهلون هدايا. 15 سجده وتستاهل احلى هديه، و18 كليه واحلى هديه. شرفنا بوجودكم بالبرنامج، وان شاء الله عوائلكم راح تشوفكم، واكيد راح يفرحون بوجودكم وبهاي الاجواء وهذا الجمال داخل مجمع الاقسام الداخليه. احنا نشكرك والله دكتور استاذ صبري على هذا الجهود، ويعني احنا نتابع برنامجك من خلال صوت الطلبه. بعض المشاكل اللي تواجهنا بدنا نوصل لك اياها برساله ونوصل لك اياها. نشكر جهودكم، نشكر عاملين بقناه الانبار، شكرا جزيلا لكم. احنا طبعا هذا واجبنا خدمتكم، وربي يحفظكم جميعا. نعم. وجودكم هذا اللي هنا والله انا بالنسبه لي راي شخصي نعتبره دعم من ناحيه الاهتمام، مثل ما تقول تهتمون بنقل معاناتنا، بنقل مثل ما تقول الشغلات اللي نحتاجها، وانتم ما شاء الله مو مقصرين. دكتور سلام والله مو مقصر، ومره ثانيه نرحب بوجودكم والله يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله الله يديم لنا من امان على كل مناطق العراق. الله يحفظك. شكرا لكم، شكرا لكم. والآن انتقاله مع طلبة آخرين في مديرية الأقسام الداخلية. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية بهاي الجولة المسائية الممتعة من داخل مديرية الأقسام الداخلية ومع طلبتها المبدعين والجميلين. الآن مستمرين من بناية رقم 2. أعتقد على الأغلب هم طلبة كلية الآداب متواجدين. راح ندخل نتعرف على الطلاب. وياكم برنامج صوت الطلبة من قناة الأنبار الفضائية. طبعا إذا تسمحون لنا نصير موجودين بيناتكم ونتعرف عليكم طالب. استعجل على القعدة. اسمك وكليتك؟ أمير، كلية الآداب. يا قسم جغرافيا. عمر عبد العزيز، كلية تربية رياضة. تربية رياضية؟ اي نعم. محمد عايد، قسم كلية الآداب، قسم الجغرافيا. محمود أحمد شحاته تربية رياضية. تربية رياضية وجغرافيا صلاح حسناوي، آداب اجتماع. آداب اجتماع. قاسم محمد حمود، كلية علوم، قسم تقنيات حيائية. كل الهلا، يعني قاسم من العلوم وننتهي بالتربية الرياضية والآداب. شباب شلون تشوفون أجواء الأقسام الداخلية بالجامعة؟ بكل صراحة احنا طبعا صوتكم صوت الطلبة، وننقل صوتكم للشاشة أكيد السيد مدير الأقسام الداخلية سمع كثير من المشاكل، لكن بشكل عام شلون تشوفون الأجواء داخل الأقسام الداخلية؟ والله أجواء طبيعية طبعا، يعني أجواء طبيعية ومو مقصرين بكل شيء الأساتذة الموجودين. أنت كطالب يعني بعيدا عن نعم. الإشراف وبعيدا عن بس ما من كل قصور والله، موفرين اللي يشيل يريده موفرين إياه يعني. تمام. اي نعم. شلون تقضون يومكم قاسم؟ والله الدكتور استاذ العفو، الواقع هنا يختلف، بحيث انت عايش شيء يختلف حتى عن بيتك. نعم. موفر كل شيء، خدمات كامله. تبقى بعض الامور هاي يعني تكون هي بالواقع لازم واحد طالب يتعرض لها من خلال اي نعم مشاكل البيت. انا اعتبر بيتنا الثاني هنا الحمد لله، وبالاضافه الى انه يعني تلقى السعاده هنا تختلف حتى عن بيتك. ليش؟ راح هسه سعادتك تسمعك راح يشتغلوك. مشكله. يعني يمدح الاقسام بعد اكثر من البيت، عندك مشاكل لازم بالبيت. لا والله سعد بالعكس، بس هنا تلقى اصدقائك، تلقى ناس تطلع وياهم، تلقى متنفس، حديقه، مكان تطلع به. يعني احنا ذكرناها قاسم، ذكرناها انه الاقسام الداخليه الطالب لما يكون هنا يكون خالي المسؤوليه. طبعا شبه خالي المسؤوليه، يبقى فقط التواصل ويا العائله. انا مكرس للدراسه او ياخذ راحته ينام او يطلع يمارس نشاط رياضي او ويا اصدقاء تعليله وقشبه. الله يحفظكم. احنا فقرتنا اسئله علميه ثقافيه عامه، واللي جاوب سؤال اكيد راح يربح هديه. السؤال الاول: ما هي مدينه الضباب؟ على أي مدينة تطلق مدينة الضباب؟ يلا يا قاسم. من جغرافي؟ نعم. يلا يا طاي. لندن. لندن؟ اي نعم. اغششوك. لا وانا بالقهوة. تعال بالقهوة، تعال ادخل، تعال. تعال ضيف. الله يسلمك. تبدي بيهم طبعا. شو يقولون؟ شنو اسمك؟ سلام. الشاي قص والقهوة خص ان شاء الله، بس احنا نمشي قص ماكو مشكلة. الله يحفظك. خلينا مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية وأجواء الأقسام الداخلية. مدينة الضباب لندن، إجابتك صحيحة، وهاي القهوة والهدية راح تجيك إن شاء الله. أحسنت. سؤال آخر: أكبر محيط بالعالم؟
المحيط الهادئ. المحيط الهادي، متأكد؟ نعم. الأطلسي. اي نعم. تربية رياضية جابك على الجغرافيا. الأطلسي؟ اي نعم. أبو القهوة يقول الهادي. المحيط الهادي قاسم، إجابة قاسم صحيحة، المحيط الهادي. طبعا احنا سعداء بتواجدنا وياكم، وهدايا أستاذ عدنان تستاهل هدية أكيد، وقاسم أيضا يستاهل هدية، وشكرا لكم. وصل وقت القهوة، خلينا نشرب القهوة. شكرا لك، الله يعافيك. شكرا لكم طلابنا الأعزاء، ومستمرين وياكم داخل الأقسام الداخلية وهاي الأجواء الجميلة مع الطلبة، فابقوا معنا. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية بهاي الجولة داخل مديرية الأقسام الداخلية، ونتعرف على الشباب. السلام عليكم، وياكم برنامج صوت الطلبة من قناة الأنبار الفضائية. كلية مصطفى خالد حمد، كلية علوم الإنسانية، قسم جغرافيا. جغرافيا. أحمد فصال هجن، كلية التربية العلوم الصرفي، قسم الكيمياء. يا أهلا وسهلا بكم، وشرفتونا ببرنامج صوت الطلبة. الشرف. الله يحفظك. السؤال اللي عندنا اللي يجاوبه أكيد راح يربح هدية. كم يبلغ طول سور الصين العظيم؟ ما عندكم معلومة؟ أبد؟ خمن بالكيلومتر. 2000 قربت أكثر بشوي. 3000. لا قلنا قربت شوي، مو 1000 كيلو. 2500. قربت كلش. 2300 أيضا قربت. آخر إجابة 2200. 2400. 2400. ماكوش تسهيلات. 2400 كيلو متر طول سور الصين العظيم. أحسنت يا أحمد، وتستاهل أكيد هدية، لكن راح نسأل سؤال آخر عسى ولعلنا تفوز ويانا. السؤال الآخر، أول دولة، ما هي أول دولة استخدمت الغازات السامة ضد شعوبها؟ ألمانيا. حضر الإجابة قبل السؤال. ألمانيا؟ ألمانيا. شلون ألمانيا؟ هي أول دولة مجرمة بالحروب، خاصة هتلر يعني. المعلومة سامحها كأول دولة؟ قارئة على الفيس يعني، من خلال منشورات على الفيس. من خلال منشورات، أحسنت، وتستاهل أكيد هدية. أول دولة استخدمت الغازات السامة ضد شعوبها هي ألمانيا، فتستاهلون أكيد هدايا مقدمة من برنامج صوت الطلبة. وتفضل يا أحمد. طول سور الصين العظيم 2400 كيلومتر، ماكوش تخمين، 4 مرات مو 4 محاولات. نسأل الله أن يوفقكم، وشكرا لكم ولمشاركتكم. مشكورين أستاذ على المبادرة الحلوة، ويعني نتمنى أكثر من التصويت إن شاء الله. شكرا لكم، مستمرين وياكم بجولتنا داخل الأقسام الداخلية، ابقوا معنا. السلام عليكم شبابنا الأعزاء، وياكم برنامج صوت الطلبة من قناة الأنبار الفضائية. نتعرف على حضرتك. معتصم فايق. يا كلية يا قسم؟ إدارة اقتصاد، قسم إدارة أعمال. يا مرحلة. مرحلة أولى. مرحلة أولى. معتصم، أهلا وسهلا. من ويانا؟ بلال أحمد. بلال أحمد. يا قسم؟ أنا محاسبات، مرحلة رابعة. مرحلة رابعة، مرحلة أولى ورابعة، شلون متفقين؟ قرايبي. قرايب؟ الله يديمكم. منو أقوى بالبلياردو؟ أني. أنت أقوى؟ أي. هسه راح نشوف اللعبة. يا الله، مو مشكلة. أنا قبل شوي شفتك تدريجتك مو صحيح. ايش اسوي يعني، هيك رموت. عندنا وياكم فقرة جاوب واربح. اللي يجاوب على السؤال أكيد راح يربح هدية. السؤال يقول: ما اسم المضيق الذي يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود؟ بسفار. البسفار؟ شلون تعرف؟ متأكد؟ تركيا. اي. سافر لهناك شايفه؟ لا ما شايفه، بس يعني اعرف، ما ادري عادي اذا صح او غلط. تمام، يعني مو متأكد. لا. شو تقول، اكو إجابة ثانية؟ لا البسفور هو. البسفور؟ صح. البسفور، مضيق البسفور هو الذي يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود. إجابة صحيحة، وأكيد تستاهل هدية مقدمة من صوت الطلبة، وتستاهل، وألف مبروك، وشرفتونا بتواجدكم بالبرنامج. الله يسلمك حبيبي. هسه راح تكملون نشوف من الأقوى. اي مو مشكلة. يلا. وأكيد الفائز راح يعزم الثاني بالنادي. الله يحفظكم. إلى هنا وصلنا مشاهدي قناة الأنبار الفضائية إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم بحلقة أخرى بأسبوع آخر مع صوت الطلبة من داخل جامعة الأنبار. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.